لا كده كتير، كده كتير بجد، ما بقيتش قادرة استحمل. إيه؟ لا 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 لا، ابعد بقى. انت في ايه؟ انت ليه ما بتستحماش؟ انت ليه اثناء الجماع ما بيني وما بينك ما بتستحماش وبتقعد بالعشر ايام كده؟ يا اخي ده حرام، حرام، لازم تستحمى. بجد انت صعبان عليا قوي، اف مش قادرة. اهلا بيكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. قبل ما احكي قصة النهاردة لازم كلنا نصلي على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام. صاحبة مشكلتنا النهاردة بتقول: جوزي ريحته وحشة جدا. يعني ايه؟ يعني جوزي ما بيستحماش. جوزي بقيت اشم ريحته حاجة مقرفة. قرفت منه بجد. طب اهدي كده وقولي لنا القصة ايه علشان نقدر نفيدك. بتقول: انا اول ما اتجوزته كان فلة. اول يومين جواز يا دوبك دخلت شقتي. اول يوم دخلتي، تاني يوم صباحيتي، تالت يوم ابتديت الاحظ حاجات غريبة جدا. ايه اللي ابتديتي تلاحظيه؟ ابتديت الاحظ ان بعد ما بيحصل ما بيننا كازواج، بقى احنا لسه عرسان، هيحصل مرة واتنين وتلاتة واربعة، ما بيستحماش. قلت له: ايه ده؟ هو معلش يعني انا عندي سؤال، هو انت ما بتستحماش ليه؟ يقول لي: استحمى من ايه؟ هو انت فاكره نفسك يا بت حاجه وحشه؟ خلي ريحتك لازقه فيا. اقول له: ريحه ايه اللي لازقه فيه؟ المفروض بعد المواضيع دي بنستحمى ونتطهر علشان نعرف نصلي ركعتين، علشان نعرف نمشي كده واحنا نضاف كده وطاهرين. افرض روحنا طلعت واحنا بنقابل ربنا كده فجأة كده، روحنا طلعت نقابله واحنا نكسين كده. قال لي: ايه يا روح امك نكسين؟ طب امشي يا بت، انت عايزه تحللي او ولا تحرمي اللي ربنا حلله؟ يلا 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 اجري. وابتدت ريحته تطلع ومش مهتم بنفسه ابدا. اجي كده اوف، تحت بطنه يقرف، مانيش قادره استحمل. قلت: لا بقى، لا كده كتير يا حبيبي، انا جايبه لك شاور وجايبه لك شامبوهات في الحمام، قوم استحمى. مش عايز. بقالي 5 شهور ريحته بتخنقني. عايزه اجيب انبوبه اكسجين احطها على بقي، لان بصراحه خانقني. ايوه انا مخنوقه، انا مش قادره بصراحه. يعني ايه؟ المهم سكت. يا حبيبي مفيش. قلت: لا بقى، لا بجد، ده انت بتنزل شغلك وبتروح زيارات وبتبقى قاعد ريحتك وحشه، مش قادره استحملك. واثناء الجماع يجيلي تاني وهو لسه بقاله كام يوم ما استحماش من المره الاولانيه ولا التانيه ياه، ما بقتش قادره استحمل بصراحه. قرفت جدا جدا جدا. ما بقتش عارفه اقول له ايه. اقول له: انا تعبت، انا قرفت. احرجته اكتر من مره مع انه شايفني فله وشمعه منوره. ده انا ما ببطلش فرك وحرك في نفسي كده وبنضف نفسي على طول. لحد بقى ما جيت بقى خلاص، فاض بيا بقى، فاض بيا بعد كام شهر. رحت جايبه اهلي وقلت لهم: تعالوا واهله. ولميت الاتنين، محدش يقول لي انك فضحتيه، انا ما فضحتوش، انا اديته فرص كتير جدا، بس انا مش مضطره ان استحمله بريحته الوحشه دي. وقلت لهم: انا عايزه اقول لكم على حاجه. امي قالت لي: ايه في ايه؟ ولما انا ليه كده كلنا ولا ايه؟ وحماتك وحماكي وانا وابوكي في ايه؟ قلت لهم: بصراحه انا عايزه اشتكي لكم جوزي. ايه في ايه؟ قلت لهم. قالوا لي: ايه الريحه دي يا بنتي؟ افتحي بنتي الشبابيك، في ريحه كمكمه في الشقه. حطيت راسي كده وقلت لهم: انتوا شامين ريحه الكمكمه؟ قالوا لي: اه يا بنتي في ايه؟ انت كنتي غاسله سجاده ولميتيها مبلوله، ما فرشتهاش يعني وسبتيها تنشف كده براحتها. طب ايه ده؟ افتحي بنتي الشباك، افتحي الشباك، حتى المروحه اللي انت مشغلاها عماله تقلب لنا هوا، ريحته وحشه. فتحت الشبابيك وقلت لهم: يا ويلي ويلاه لو عرفتوا الريحه منين. قعدت شويه كده وقلت لهم: بصوا، انا جايه اشتكي لكم من جوزي، انا جايباكوا كده ولماكوا بربطه المعلم اشتكي لكم منه. قالوا لي: ايه؟ قلت لهم: شايفين الريحه اللي انتوا شامينها دي؟ ريحه جوزي. هو قاعد على الكنبه، حد فيكم قاعد جنبه؟ ما انتوش طايقين، كل واحد فيكم منطور في كرسي بعيد عنه، لان ريحته لا تطاق، وانا مش مضطره استحمل البني ادم ده على السرير ولا في البيت. اولا ما بيستحماش بعد الجماع، بيقعد بالعشر ايام والخمستاشر يوم ما بيستحماش.
جبت له برفانات وجبت له شامبوهات وجبت له مزيلات عرق وجبت له كل حاجه عشان ينظف نفسه، ما بينظفش. راح ابويا قال لي هو بصراحة ريحته وحشة. ايه يا ابني ده حتى النظافة من الإيمان. هو انت ما بتصليش؟ هو انت ما بتركعهاش عشان تنظف نفسك وتعمل؟ وازاي يا ابني تقعد بعد الجماعة 10 15 يوم من غير حمى؟ وانت ازاي قابلة على نفسك كده؟ امي قعدت تقول له اسكت اسكت بس، هي مستحملة. قال لها لا مش هتستحمل. انت ازاي يا بنتي طايقة الريحة دي؟ ده انا كان بيجي يقعد جنبي كنت بقول ريحة عرق وعدي، ده ريحة نتانة. امه بصت له كده وقالت له ليه كده يا ابني؟ ليه يا ابني؟ فعلا ريحتك واصلالي، بس انا بقول يعني انت شغال وريحه العرق ولو غيرت الفانلة ولا التيشيرت اللي انت لابسه، لكن يطلع كده معفن. وابوه قال له نفس الكلام، وامي قالت له يا ابني يا حبيبي النظافه من الايمان، والميه مش هنشتريها، ده الميه في الحنفيه هتفتحها هتستحمى ومفيش دقيقتين 3 دقايق وهتبقى زي الفل. ليه يا ابني تعمل في نفسك كده وتخرب حياتك؟ ده النظافه. قال لهم بص بقول لكم ايه، محدش يتحشر، وانتي عاجبك على كده عاجبك مش عاجبك الباب يفوت جمل. راح ابويا منطور وقال له لا ده يفوت جمل واتنين وتلاتة وبنتي تلزمني. وامي تهدي في ابويا وحماتي تهدي في ابويا، وقال لا هي مش مضطره تستحمل العيشه المنتنه دي، جاتك نيله عليك وعلى ريحتك وعلى قرفك. والمهم ابويا قال لي يلا لمي هدومك ويلا خلاصي. راح هو جاي وراح متشملل وقايل لي لو خرجتي من باب البيت تبقي طالق. راح ابويا باصص له كده وبصوا له كده وقالوا له طالق؟ ده كويس انها جت منك يا ابو ريحه معفنه يا منتنه. رحت لما هدومي وابويا خدني والعمليه قلبت عندي. لا عرفت اقعد عشان اليمين اللي اتحلف عليا، ولا عرفت اقعد علشان خاطر ابويا هكسره قدام الناس وهقل منه. المهم انا ما عرفتش اعمل ايه. ماشي. وقلت لا بقى ما بدهاش يا بت بقى، خلاص هو موقف. المهم قعدت شهرين 3، دلوقتي بقالي 3 شهور يعني غضبانة وجا رمضان ما قعدتش، ما كنتش في بيتي، وجا العيد. المهم هو عايز يرجعني، وامه قالت لي خلاص ده بقى فله وبقى نضيف وبقى زي الفل، وبصي مهتم بنفسه وبقى ريحته بصي مسك كده، مسك احنا ادينا له درس وخلاص واتعلم وارجعي. وانا مش عارفه اعمل ايه، خايفه يكون عمل الفيلم ده كله علشان خاطر ارجع. ماشي. وبعد كده يرجع تاني بنتنته بقرفه بريحته الوحشه جدا اللي لا تطاق ومحدش يقدر يستحملها. بجد بجد محدش يقدر يستحملها. فانا مش عارفه يا ترى ارجع له. ابويا بيقول لي اللي يدير الكلب عمره ما يتعدل، وامي بتقول لي لا عيشي وارجعي لبيتك ولجوزك وهو ان شاء الله اتغير زي ما امه قالت. انا مش عارفه اعمل ايه، افيدوني بالله عليكم اعمل ايه. صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا يا جماعة، القصة يعني هي برضو الراجل لما يبقى نظيف بيشجع الست على حاجات كتيرة جدا. نظافة الراجل أو نظافة الست الشخصية بتبقى مهمة جدا للطرفين. يعني لو الراجل نظيف وحلو وجميل ومهتم بنفسه، الست بتبقى سعيدة وبتعمل زيه بالظبط، والعكس صحيح. تمام. انا هقولك هنا زي ما اكيد فانز كتير من اصحابنا او حبايبنا اللي معانا هيقولوا لك نفس الكلام. لا ارجعي وجربي، والتجربة خير دليل. ارجعي شوفي هل هو اتغير، وطبعا انت كمان هتحفزيه زي ما امه عرفت في شهرين 3 تروده وتخليه يهتم بنفسه. انت كمان هتقدري ان انت تكملي مسيرة امه. طبعا انا عايزه اقولك حاجه مهمه جدا، هو من السهل ان بعد ما يتغير انه يدور على واحده تانية، لكن هو شاري مراته يمكن عشان بيحبك، عشان عشره بينكوا طيبه، عشان حس انه ظلمك بريحته الوحشه دي، او بالطريقه اللي هو عايش بيها اللي هي ما فيهاش اي حاجه من الطهاره والنظافه. فهو اكيد حس بكده فعايز يرجعك. فانا من رايي ان انت تديله فرصه تانية، وبعدين اديك عرفتي الباب يعني، فاهمه؟ يعني لو لقيتيه رجع زي الاول خلاص، اتكلي على الله على بيت ابوكي بلا رجعه. فاهمه قصدي؟ بلا رجعه. فده برضو بالنسبه لك هيبقى عشان ما تندميش. وده كان رأيي يا أحلى فانز في الدنيا، إن هي تديله فرصة تانية وتحاول إنها تعيش سعيدة معاه، وإن شاء الله إن شاء الله هيكون اتغير. وارجعي له،
ارجعي له، مفيش داعي اننا نخرب بيت على حاجة هي مش صغيرة ومش كبيرة، بس سهل علاجها. علشان كده بقولك ان شاء الله ربنا يصلح حالك، وان شاء الله يكون اتغير. وفانزنا الجميل او حبايبنا اللي بيتابعونا، يا ريت تقولوا لها تعمل ايه في الكومنتات. ولو في معانا راجل، او طبعا احنا معانا رجاله كتير ما شاء الله، ارجوكوا قولوا لها التجربه دي لو حصلت ايه اللي بيحصل فيها، او هي ترجع له ازاي. يعني ترجع له تقول له ايه؟ ترجع له تشجعه، ترجع له تأنبه، احكوا لها، قولوا لها، قولوا لها بما انكم رجاله والتجربه خير دليل. يعني نسأل اهل الخبره، هي رجاله. شكرا لكم، شكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصه جديده في قصص وحكايات هدى.